مدينة عندها عيد قومي بتعدم فيه أغبى واحد في المدينة. وبتبدأ قصة الكتاب مع واحد اسمه خالد، واللي بيترفض للمرة الثامنة تقريبا من والد حبيبته، والسبب إن هو شخص عادي. خالد كان عايش مع جده من وهو صغير، وتقريبا جده هو اللي مربيه من بعد ما اختفى أبوه وأمه. وخالد بيفتكر الفترة اللي اختفى فيه أبوه وأمه، وبيفتكر السرداب اللي اسمه فرج، وبيقرر إن هو هيروح السرداب ده. فجده عشان يساعده اداله كتاب بيحكي عن حد دخل السرداب ده، والسرداب ده هو آخر مكان راحوا أبو وأم خالد قبل ما يختفوا. وبالرغم من إن الكتاب ده مش مكتمل، بيقرر خالد إن هو هيقراه وهيروح السرداب ده، ويمكن يلاقي مغامرة ولا يلاقي كنز. وفعلا بيوصل للسرداب، وبيوصل لمكان شكله غريب قوي جوه السرداب، وفجأة بيحصل الانهيار، وفجأة الأرض بتتهز تحت رجليه وبيغمى عليه، وبيفوق في مكان كله صحراء وناس لابسين لبس غريب قوي، وهم بيدلوه على مدينة قريبة وبياخدوه معاهم بما إن هم رايحين هناك. وفعلا بيدخل خالد المدينة وبيتعرف على 2، واحد اسمه يامن وواحد اسمه إياد، واللي بيحكي له القصة اللي ورا المدينة دي. بيقول له إن المدينة دي اسمها زيكولا، وبيتعاملوا فيها بوحدات الذكاء. معنى كده إن هم كل ما بيفكروا ولا بيعملوا حاجة بيخسروا شوية من ذكائهم. وفي عندهم عيد قومي بيعدموا فيه أغبى واحد في المدينة، كنوع من أنواع القرابين كده ولا حاجة. يعني انت لو فكرت لمدة 5 دقايق هتكون أغبى واحد في المدينة وهتتعدم. عشان كده في المدينة دي محدش بيفكر ومحدش بيحاول إن هو يفكر، عشان عارف لو هتفكر هتتعدم. خالد ما بيكدبش خبر، وبيقرر ان هو يهرب من المدينة دي وما يحاولش يفكر انا ههرب. ولكن اصدقائه بيقولوا له ان فات الاوان، بوابات المدينة دي اتقفلت لان هي بتفتح في فترة قبل يوم زيكولا عشان الناس تدخل يحتفلوا بالعيد، وبتقفل باقي السنة، فلازم يستنى سنة وما يفكرش طول السنة دي علشان يقدر يخلع من المدينة. وطبعا كل ده هتلاقوه في ثلاثية أرض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد، وعمرك أبدا ما هتندم إنك قريت الكتاب ده.